اهلا وسهلا صحباتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مرتاحين؟ كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. الله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي ويقدرنا نصوموه ان شاء الله في طاعه الله ورسوله. ان شاء الله نصوم رمضان ايمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء كله اللي كنوجدوه راه غير عادات وتقاليد. المهم هو اننا نصوموا لله ويكون الصيام ديالنا صحيح. قبل ما نبداو الفيديو البنات نصليو على نبينا الكريم، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على الحبيب المصطفى. المهم اول حاجه البنات غادي نبغي نقولها لكم هو التحمير ديال هذا الشيء هذا. قبل ما نبداو المقادير، هنايا راه خديت يومين. النهار الاول حمرت القمح وإلان، انا غندير يعني الحبوب القمح وإلان، حبوب القمح والحبوب ديال الإلان. شوفوا هنايا راه حمرت زنجلان كيف ما كتشوفوا هذا الشيء حمرته يومين، كل نهار حمرت وحطيته يبرد ولا غدليه عاوتاني عاود حمرت الزنجلان والقمح وإلان حمرته جوج مرات. يعني كيف ما قلت لكم حمرته بحال دابا اليوم وخليته بارد ولا غدليه عاود حمرته. ها هي التحميره الثانيه راه ما نقولش لكم البنات واحد الصوت تتعب. المهم كيف ما شفتوا معايا هذا اليوم الثاني انا كنعاود نحمر هذاك الشيء. يعني يديا في الشغل ويديا في انا صورت معكم هذا المقيطع هذا دخلت فيه يعني العجينه، راه دايره العجينه ديالي عجنتها وغادي نرد غدا. يعني انا كنشقى في الكوزينه وانا كنوجد، ماشي نقابل غير التحضيرات والطياب نبقاو بلاش. هنايا الزبده شوفوا درتها تذوب البنات، شوفوا كي كانت. ها هي هنا صافي راه طابت الزبده. شوفوا الجناب، شوفوا الجناب كي دايرين. ما عمركم تخليوا البنات الزبده حتى كتحرق حتى كتولي قهويه، لا هاد اللون صافي وتحبسي. راه كتبان لك هذيك الكشكوشه جايه طالعه، راه الا ما كنتيش واقفه حدا راه تفيد لك، ردي البال. المهم هنايا ذوبت هذيك الزبده وخديت هنايا اللوز كيف ما شفتوا حمرته في الفران. كنغسل اللوز كنقيه. انا خليت لكم المقطع بما انني غسلت اللوز وحيدت منه هذوك القشور ودوك سيرتو دوك القشور اللي قاصحين. راه الا دازت لكم شي وحده غيمشي لكم هذاك السفوف هكاك. يعني كنقيو اللوز مزيان من دوك القشور ونغسلوه جوج مرات ولا ثلاثه، نحيدو منه هذيك الغبره، نصفيه وندخلوه الفران. كنرش عليه شويه ديال الملحه وندخلوه الفران. ساهل ما هلش الملحه راه بقات في قاع التبصيل، ما كنديرهاش كامل باش ما كيجينيش هذاك الصفوف مالح. هنا كيف ما شفتوا قسمته على نص كيلو، طحنته غليظ شويه ماشي غليظ بزاف ولكن هرمشته كونكاسي. ما درتوش غليظ رقيق بزاف، وهذا درتو رقيق بحال الكسكسو. شفتوه صافي باش نكونوا فاهمين. حيت انا هاد اللوز هذا غالي، كلشي غالي البنات هاد العام. انا درت غير كيلو اللوز، نورمالمون كنديروا 2 كيلو ديال اللوز. في هذه الكميه كنديروا 2 كيلو اللوز و2 كيلو الزنجلان. بما انني القضيه ناقصه راه درت هنايا كيلو ديال الزنجلان كيف ما شفتوا وكيلو ديال اللوز، وغنزيد عليهم انا كيلو كاوكاو. نتوما داك الكيلو كاوكاو تقدروا تزيدوا نص كيلو زنجلان ونص كيلو لوز، اولا كيلو ديال الزنجلان ونص كيلو ديال اللوز. المهم راه كيجي زوين. واللي بغات تبرع راسها راه كدير 2 كيلو ديال الزنجلان و2 كيلو ديال اللوز. والطحين كدير حتى هوايه 3 كيلو باش ملي كيتحمر كيجيك هو هذاك 3 كيلو ولا 4 كيلو على حسب الوليدات. المهم كيف ما شفتوا انا زنجلان هنايا راه طحنته في هاد الماكينه. شفتوه راه طحنته وخليت الماكينه تبرد، عاد دزت نطحن كاوكاو وغنخليها تبرد ثاني. خفتها لا تصوت عليا الصراحه حقاش يلا شريت هاد الماكينه ديال بيم، جربتها معكم دابا زوينه 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 ما شاء الله. زعما صدقات الطحين ديالها زوينه، واش غدوم ولا الله اعلم. المهم ها هي معانا. المهم الطريقه ديال الطحين طحنات ليا من داكشي عجبني الحال. فهمتي يعني النتيجه مرضيه جدا، مرضيه جدا 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 جدا. لقيتوها الصراحه غير خذوها. هادشي اللي طحنته راه موالفه كنمشي ندي عند العطار باش يطحن ليا هادشي. دابا راه طحنته غير راسي. شوفوا هنايا كاوكاو، شفتوه كي تطحن. غادي نحيد هاد الطحنه الاولى ونعاود نطحنو. اللي ما بغاتش دير كاوكاو ما ديروش. انا كاوكاو راه درته في الفران بقشورو حمرته وحيدت ليه القشره. كيف ما قلت لكم اللي ما بغاتش دير كاوكاو راه ما تديروش. انايا ما غاديش نصوروا معكم في المقادير على قبل باش ما صورتوش معكم المقادير، حيت ماشي اساسي. السلو الاصلي او السفوف الاصلي راه كنديروا فيها البنات غير اللوز، ما كنديروش كاوكاو. صافي هنا كيف ما شفتوا حمرت يعني كلشي كيف ما شفتوا وطحنته. كاوكاو زدت معاه شويه ديال السكر تقريبا واحد الرابعه ديال السنيده، طحنتها مع داك الكاوكاو باش تيتنيل. صافي وغنخليه حتى يرتاح. هنايا راه غنزيد شي شويه ديال الزبده صافي باش كيعطيني هذاك ليفي ديال سميتو ديال الاملو. كيجي شفتوه كيتطلاق وكيجي على من زويناتو. صافي اللي بغات ديرو البنات ديرو، واللي ما بغاتش ديرو ما ديروش. صافي
غير هو راه ماشي اساسي، ونديروه بهذه الطريقه هذه. خصو يتطحن يتني الكاوكاو لحقاش تيلوى مع المده. الا درتيه هكاك راه غادي يلوى ويعطيك بنه ديال الغموله. خصك ضروري تخدميه بهذه الطريقه هذه باش ما كيبقاش يبان نهائيا وكيتخلط كيجي زوين. صافي طحنته بحال هكا، وغنعاود نرجع زنجلان ونطحنو بحال هكاك حتى هو. غنزيدو الزبده وغنطحنو بحال هكاك، وغندير واحد الطنجره وغندير فيها هاد كاوكاو، وغندير فيها هذاك الزنجلان اللي مطحون النيل، وغنزيد عليهم شويه الزبده وغنغليهم فوق العافيه حتى كينسجموا مزيان. عرفتي كيعطيوني التعليكه زوينه والبنه زوينه. انا ديك التعليكه كانت نورمالمون الام ديالي تديرها بالفورس وبالزيت. انا ما درتش الفورس، ما درتش الزيت. انا سنين ما كنديرش الفورس، يعني السفوف ديالي راه كنديرو بالقمح، ما كنديرش الفورس نهائيا. غير القمح حمروه بالطريقه اللي وريتكم في الاول ديال الفيديو، حمروه حبوب ماشي الطحين مغربل. راه اللي كدير الطحين مغربل راه غير تتخربق. صافي البنات، يلا ندوزو باش نعطيكم المقادير، عاد ديك الساعه نكملوا الفيديو ديالنا. هنايا انا غنوريكم المقادير الاصليه ديال السلو اولا ديال السفوف. كيف ما تشوفوا معايا هنا كاين زنجلان واللوز، القرفه، النافع، حبه حلاوه، المسكه والكوزه، الزبده والطحين والسكر. بطبيعه الحال راه على حسب الاختيار. هنا عندي 5 المعالق ديال القرفه باقي ما مغربلينش، 5 المعالق ديال النافع، و4 المعالق ديال حبه حلاوه. هنا عندي 2 كوزات انا وريتهم لكم، وحده كبيره وحده صغيره. انا غندير غير هاد الصغيره هادي، والكبيره ما غنديرهاش. يعني اللي عنده كوزه كبيره كيدير غير نصها كيحكو. وهنا عندي هذيك العلبه ديال المسكه الحره، والزبده راه دوبت كيلو ديال الزبده. هنايا راه خلطت مع هذاك سميتو، مع هذاك الكاوكاو، وباقي لي شويه غنخلطو هنايا مع زنجلان. هنا راه زنجلان باقي ما خلطتوش، كنتسنى الماكينه تبرد شي شويه وعاد نخلطو. وهذا اللوز هذاك شفتوه كيف ما طحنته كونكاسي كيجي هكايا زوين كيجي باين. المهم تبعوا معايا البنات المراحل باش يجيكم هذا السفوف هذا ساهل. والطحين ها هو في هاد الطنجره هذه. انا درت هنايا عندي في الكميه كامله 2 كيلو ديال القمح ونص، وكيلو ديال الإيلان. اللي بغات تنقص الطحين تنقص، واللي بغات تزيد الطحين تزيد. المهم هذا هو العبار ديال هذه الكميه هذه. عندي هنايا 4 المعالق ديال القرفه كيف ما قلت لكم. راه ملي غادي نغربلو نحيد واحد المعلقه تقريبا. هنا كان راه هذاك الشيء اللي طحنا راه غربلناه، ولكن القرفه انا راه كيف جبتها ما طحنتها ما غربلتهاش، جبتها مطحونه من عند العطار يلا غربلتها. وهذاك الشيء الاخر راه حتى هو غربلته غنعاود نغربلو البنات. فهمتوا؟ يعني النافع وحبه حلاوه واخا غربلتهم راه غادي نعاود نغربلهم. يعني ردوا البال، خصهم يتغربلوا مزيان مزيان مزيان. وهذاك الشيء اللي كنغربلوه نحيدوه البنات وياكم تلوحوه راه ما تيطرماش. هذاك الشيء راه كنديروه في الكراس، كنديروه في الحسوه، كنديروه حيت انا شحال من وحده كتجمعوه كتخليه في قرعه اولا كتلوحو تحيدو. لا، ملي تخليه ديريه في الحسوه، ديريه في الشوربه ديال البلبوله بالحليب، كتجي المذاق ديالها زوين. ديريه في الكريسات، فهمتوا؟ في الحرشه اللي بغيتوه نسموه بها. المهم هذيك المنسمات راه كنخدموه، راه ماشي كنحيدوه ونخليوه هكاك تيبقى ضايع العام كامل. صافي خلطت هنايا النواشف كيف ما تشوفوا، ودرت انا هذاك الزنجلان درتو تيتطحن. داكشي علاش حيدت البنات الصوت، راه كنت مخليه لكم الصوت هنا ودرت الصوت مركب هنا باش ما يبقاش الصوت عالي بزاف. وهنايا غندير رابعه ديال السكر كلاصي. في الطوطال عندي نص كيلو ديال السكر. انا درت رابعه ديال السنيده مع كاوكاو طحنتها، ودرت رابعه مع هذا السكر كلاصي. ما غنديروش السنيده بطبيعه الحال في الطحين. صافي غنخلط هذا الشيء مزيان كيف ما تشوفوا. وراه درت هذاك الزنجلان وكاوكاو والزبده في طنجره تيغليو. غير نتوما ردوا البال البنات، حركوا. انا راه بقيت كنمشي للطحين وكنرجع نحركهم شي شويه. صافي ما فهمتي ما جاونيش هما هذوك، كان ماشي جاونيش هما هذوك، كانوا غير يتحركوا ليا. صافي هنا كيف ما كتشوفوا درت النص ديال هذاك الزنجلان، شفتوه مطحون بحال هكا. انا ما نيلتش كل شيء، ضروري زنجلان ما غنخليوه بين شي شويه. يعني الا درتي كيلو النص ديريه هكا والنص ديريه هكا، غير مع القصريه هنا صغيره شويه كتبان زعما الكميه كثيره. المهم ها نتوما دابا هذا كنخدموه هكا مزيان. اللي عند العجان راه غديروا في العجانه، واللي ما عندهاش راه ديروا. انا درتها غير في داك الماكينه ديال البيم طحانه والله الا زوينه. ها نتوما دوزتهم في هذا الغربال باش كيتحلوا دوك الكرات ديال الزنجلان مزيان، وداك الشيء كامل باش ملي كندير عليهم هاد السوائل هادو كيتخلطوا مزيان. شفتوا هنايا كيف ما قلت لكم دايره كاوكاو، دايره كيلو ديال الكاوكاو وتقريبا واحد نص كيلو ديال الزبده مذوبه ونص كيلو ديال الزنجلان. شفتوا خلطتو بهذه الطريقه هذه وخليته تيطبخ شويه فوق البوطه. نتوما اللي درتو هذه الطريقه بقاو واقفين تتحركوا البنات، ما تحركوش نهائيا من حداه.
صافي. ودرت الزبده وغندوزو يتطحن في هذاك الروبو. عرفتي البنات والله الا درت لي هذاك السفوف من داك الشيء الصراحه وهناني. كنت كنتعذب معاه، عرفتي كنبقى معذبه معاه والله العظيم. شوفوا ها هو كنخدمو، كاينه هنا الجهه ديال الطحانه وكاينه الجهه ديال البيطخان، راه هي فيها بي الا بانت لكم شفتوها. هذيك البي كندور الساروت، غير هو لانكونفينيون اللي في هاد الاداه هذه هو هذيك العجانه ما كتخدمش بوحدها، يعني تخدمي العجانه وتمشي، لا خصك البيطخان تبقاي مركع على بيديك، فهمتوا؟ يعني خصها تعجن غير شويه وتحبس باش ما تحرقش. هادشي اللي فهمت انايا. صافي درتو كامل. شوفوا اللون هنا كيفاش تبدل البنات، شفتوه؟ القياس اللي درت هنايا ديال الزبده، راه درت البنات كيلو ديال الزبده، نسيت ما قلتهاش ليكم. كيلو ديال الزبده كندوبوه، واللي بغات تسلو اولا السفوف ديالها يجي معلك مزيان وداك اللي كتشوفيه كيضرك راسك، كتزيدي واحد نص كيلو ديال الزبده وكتذوبيه معاه، كديري كيلو ونص وكتبقاي تزيدي بشويه بشويه، فهمتوا؟ يعني هكاك. اللي بغى يزيد اللوز يزيدو، اللي بغى يزيد الزنجلان يزيدو. المهم راه قد ما كان فيه اللوز وزنجلان كتير راه كيجي بنين صراحه، كيجي زوين. شفتوا هنايا من بعد ما تطحن صافي طحنات هنايا الكميه كلها كيف ما كتشوفوا البنات. غنجمع داكشي وغادي ندلكو مزيان. غادي نجيب البانيو هنايا غادي نقلبو فيه وغادي ندلكو، حيت القصريه مع صغيره غادي يبقى داكشي كيتشتت ليا. غنخدمو شي شويه بيديا وغادي نخليه يرتاح، وغنعاود عاوتاني نطحنو في هاد الروبو هذا. عرفتي كيتطحن من داك الشيء الرفيع تيتخلط. الا لاحظتوا حتى لدابا باقا ما درتش هذاك اللوز ما غنديروش حتى نطحنو ونعاودو. اللي ما غاداش تطحنو واخا دير اللوز اللي عند العجانه واخا دير اللوز من الاول حيت ما كيتطحنش. اما اللي غطحنو عند العطار اولا غطحنو بحال هكا فشي طحانه في الدار ما ديرش اللوز. حيت كنت كندير واحد الغلطه البنات، كندير اللوز كنطحنو بحال هكا بحال البخاليني، ما كيجيش باين نهائيا، كيجي بحال الطحين. المهم هنا انا راه درت يعني الطحين قليل، ما درتش كميه كثيره. علاش؟ والله الا كيبقاو يضحكوا عليا خواتاتي تيقولوا لي تتقوي الطحين سلوك تيجي كله طحين، وهذا هذا العام درت الكميه قليله. امال فكندير 5 كيلو ديال القمح، هذا العام درت نصها وجا زوين الحمد لله الصراحه. واخا قليل كل شيء غالي البنات، كل شيء غالي والله العظيم، كل شيء غالي. واخا جا قليل شفتوا انا امال فكنعمر هاد البواطه. داك العام كنت خديت هاد البواطه هذه صوبته في العيد الكبير، والله الا عمرتها كاينه فيها الله يجعل البركه الصراحه. صوبتها دات ليا مده طويله. انا كيعجبني السفوف البنات كنصايبوه خا بلا رمضان تيعجبني نصايبو، الا كان الموجود نصايبو وإلا ما كانش الله يجيب لينا وليكم. المهم هاد العام البنات راه الغلا 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 في كل شيء. كيف ما قلنا راه صوبنا الباروك وصافي. هانتوما شفتوا هاد السوبيره كتهز تقريبا واحد 12 كيلو ديال السلو. هنا راه ما كاملش حتى النص، يلاه خرجت لي شي 5 كيلو شي حاجه. انا كيعجبني السفوف يكون بحال هكايا. اللي تيعجبها السفوف يجي ميدم كيف ما قلت لكم راه كتزيد غير الزبده. صافي يا البنات السفوف ديالنا هما هادو. كنتمنى يا ربي يكونوا عجبوكم. جربوهم بالقمح صحي 100% وكيجيو بنان. قدمتهم معكم هنايا في هاد الطاوله ديال اول ايام رمضان. نتوما عارفين النهار الاول ما كنقدروش ناكلوا بزاف، صوب داكشي غير قليل الحمد لله. بنتي كانت صايمه عطيناها التمر والحليب فرحناها الحمد لله والشكر لله. خليتكم على خير وبخير والسلام عليكم ورحمه الله.